هذا إيفار، كلب شكله يبدو عاديا، لكن ما قام به في مدينة درنا المنكوبة هو ما ليس عاديا. فما القصة؟ ما إن وقعت الكارثة في المدينة الليبية، أرسلت من مدينة بني غازي مجموعات مدربة من الكلاب ضمن فرق البحث والإنقاذ. كان من بين هذه المجموعات الكلب إيفار الذي ذاع صيته بين أهالي درنا، خاصة بعدما تمكن من إنقاذ 27 عالقا من بين الركام والدمار. إنجاز إيفار كان نابعا من تدريبه على أعلى مستوى ليشارك في أعمال الإغاثة بوحدة التدخل والمهام الخاصة بقسم النجدة ببنغازي، إذ يحمل رتبة عريف. شجاعة كبيرة تحلى بها إيفار في إنقاذ العشرات، لذا كرمه أهالي درنا في احتفال شعبي نال خلاله هدايا عدة.